السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا المرة اللي فاتت على سؤال مهم: ازاي نتعامل مع الناس اللي بتوصل لرزقها بالمعصية؟ يعني اللي مشي بطريق الحرام وخد منصب او خد فلوس، واللي مشيت بشكل مش كويس وبعد كده بقت متجوزة وعندها اولاد. نعمل ايه مع الناس دي؟ ايه رأيكم بقى؟ ندعي عليهم ربنا يزيد منهم النعمة دي او يعذبهم بيها في الدنيا؟ المهم يعرفوا ان احنا كنا صح وهم اللي كانوا غلط. طب ليه الاحساس ده؟ هو احنا لسه عندنا شك؟ هو احنا لسه محتاجين اثبات؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون؟ نصبر يا رب، بس من جوانا حاسين ان احنا عايزين نشوف ليهم اي عقاب في الدنيا. طب تعالوا بقى نفكر في الشعور ده ونبتدي نحلله بالتدريج. الشعور ده معناه حاجتين: اول حاجة انه كره، والكره ده مش بيحرق غير صاحبه، بيضيع عمره، بيستنزفه نفسيا وبيعطل حياته، وقاعد مستني ان يحصل حاجة للشخص اللي بيكرهه، وده طبعا مش بيأثر في اللي بيكرهه. يا جماعة لو قلوبنا خطر عليها الفكرة دي يبقى في مشكلة، ولازم المشكلة دي نعالجها، لانه لو استمر الحال واحنا قاعدين منتظرين انه يحصل للي احنا بنكرهه حاجة، هنبتدي نبعد عن ربنا بالتدريج. تاني حاجة، فكرة تمني زوال نعمة الغير دي، ده اصلا تعريف الحسد. والحسد ده بيوصل الواحد بانه يفرح لما يحصل حاجة وحشة او مصيبة للي بيكرهه، وكمان يحس انه مميز وانه ليه منزلة عند ربنا. بالعكس، ده ممكن كمان يحس ان دي مكافأة من ربنا على طاعته، بانه يحصل مصيبة للشخص اللي ماشي غلط. المشكلة الاكبر بقى اذا ما حصلوش اي مصيبة وحياته فضلت ماشية كويس جدا ومبسوط بيها، يبتدي يفتكر انه كده ملوش منزلة عند ربنا، وممكن كمان يشك في طاعته ويشك في مبادئه واخلاقه والطريق الصح اللي هو ماشي فيه، وده بيوصله في الاخر انه يسيب كل ده. ما ينفعش يا جماعة قلوبنا تبقى مليانة كره لأي حد بالشكل ده. اسأل نفسك وجاوب بصدق: انت فعلا كاره الشخص ده علشان بيفسد وكمان نفسك الفساد ده يقف فعشان كده كارهه وبتدعي ربنا ان النعمة دي تزول منه؟ ولا مشكلتك بان هو عنده رزق مش عندك، وحاسس من جواك ازاي ده يحصل وانا اللي طائع وهو اللي عاصي؟ فرق بينهم كبير قوي يا جماعة، فرق بين السماء والارض. لازم تجاوب السؤال ده فعلا بصدق. خليك انت الاحسن، ادعي ربنا ان هو يهديه. ما تربطش طاعتك والتزامك بنعم ربنا، لان الدنيا اهون عند الله عز وجل من كده. كفاية وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا. ربنا سبحانه وتعالى وعد الانسان اللي بيطلب رزقه بالمعصية انه يكون ما عندوش بركة في رزقه، وكمان يكون مذموم ومكروه عند ربنا. مش لازم تشوف ده بعينيك عشان تصدق، مش المفروض يكون عندك شك اصلا. اصدق مع نفسك واعدل الصورة كده وشوفها صح. تابعوني، سبسكرايب قناة ركنة، هاشتاج الصورة الصح.